الجزائر وبنين تعادل سلبي، وحتى الان في لقاءنا مصر وغانا تعادل سلبي. الفاول بقدم احمد سمير. احمد سمير والمخالفه للشباب مصر بالقدم اليسرى. احمد سمير بعرضيه جميله. الهدف الاول، الهدف الاول. ياه جوه الجول. الهدف الاول، هدف التقدم، هدف الفرحه الاولى، الفرحه الغاليه لشعب مصر وجماهير مصر ولمنتخب مصر للشباب. يا على الجمله، يا على الركنيه، يا على العرضيه الجميله، ويا على الهدف الجميل. حلوه الهجمه، حلوه الجمله، حلوه العرضيه، ساحره بكل تاكيد بالقدم اليسرى وارتقاء جميل. ادي العاده مره ثانيه، ادي العرضيه الساحره والارتقاء غير عادي براسيه غير عاديه من اول لمسه، من اول لمسه لمحمود حماد. محمود حماد يعملها ويسجلها، يعملها ويفرحنا، يعملها ويسعد الملايين من الجماهير المصريه في كل انحاء العالم. عرضيه ساحره 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 وراسيه، مفيش تصوير مره ثانيه ويطلع هم خطيره والدربكه وهدف التعادل. الدربكه موجوده وهدف التعادل لمنتخب غانا بقدم اللاعب اسف واه. ضاغطين بقوه، ضاغطين بقوه، وضغط غير عادي، وضغط كبير، وكفاح رهيب، وحماس كبير في اداء شباب غانا من اجل تسجيل هدف التعادل، ويسجلوا هدف التعادل بقدم اللاعب اسف واه في الدقيقه 75. هذه العاده مره ثانيه، عرضيه من فرانسيس وتألق غير عادي من الحارس على طول مسعد عوض، ومره ثانيه الهجمه ويطلع الدفاع ومتابعه جميله جدا من اللاعب اسف واه عشان يسجل مشاهدينا هدف التعادل. هدف التعادل الايجابي 1-1. تجلي لو سابها كانت طلعت بره، لو سابها ياسر ابراهيم كانت طلعت بره، ولكن حصلها وحش معلش. هدف التعادل 1-1. والتغيير الثاني بالنسبة لمنتخب غامبي، وهذا النجم الكبير اللي سجل حتى الآن مع منتخب مصر 4 أهداف دولية، صالح جمعة، والحارس إيريك أنتوي، وضربة جزاء مع لحظات أخيرة، مع لحظات حاسمة، مع لحظات وثواني متبقية من عمر هذا اللقاء الكبير في قمة لقاءات اليوم. جوه الجول الهدف الثاني، عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني، هدف التقدم، هدف التقدم. وان شاء الله وبعون الله ومشيئة الله يكون هذا الهدف هو هدف الفوز الغالي وهدف الحصول على 3 نقاط غاليين جدا جدا ومهمين جدا جدا في الشرق الافريقي هنا في الجزائر. صالح جمعة يحطها بمهارة عالية بفنيات رهيبة، لعيب امكانياته عالية، قدراته ممتازة، يحطها على اليمين، وإيريك أنتوي يحطها يروح هناك.